السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. النهاردة يا جماعة خلاص هنحل أسئلة الدرس الرابع والأخير معايا خلاص في منهج التاريخ تالتة إعدادي الترم الأول. درس بعنوان مصر من الحماية البريطانية حتى ثورة 1952. ولكن قبل ما أتكلم أي كلمة بعد إذنك حضر ملزمتك، حضر القلم بتاعك، كوباية شاي حلوة كده، سمي الله، يلا بينا. يلا نحل ال50 سؤال بتوعنا على درس مصر من الحماية البريطانية حتى ثورة 52. وأول نوع من الأسئلة معايا هو اختر الإجابة الصحيحة. أعلن نقط مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. ده مين ده؟ ده الرئيس الأمريكي اللي اسمه ويلسون. طيب 2. اعترفت بريطانيا بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة وأنهت الحماية عليها بمقتضى نقط، يعني بموجب نقط، طبعا تصريح 28 فبراير 1922. 3. شكل نقط أول وزارة برلمانية في مصر. وزارة برلمانية، احفظ الحتة دي وعلى طول اربط معاها سعد زغلول على طول. طيب 4. عقب يعني بعد استقالة وزارة سعد زغلول تألفت وزارة برئاسة نقط، قلت لك اسمه اهو زيور باشا او زيور باشا. 5. انسحب الجيش المصري من السودان في عهد وزارة نقط. انسحب الجيش المصري من السودان في عهد وزارة نقط، طبعا هيبقى زيور او زيور باشا. 6. صدر قرار إلغاء الامتيازات الأجنبية من مؤتمر أو في مؤتمر نقط، طبعا مؤتمر مونترو. مؤتمر إيه؟ مونترو. طيب تعالى نكمل، نطلع بملزمة كده فوق شوية، يلا نكمل. صدر دستور 1923 في عهد نقط خديوي اسماعيل، خديوي توفيق، السلطان فؤاد، الملك فؤاد. الإجابة الصح هتبقى الملك فؤاد. إيه ده؟ يا مستر ليه مش السلطان فؤاد؟ لأن بعد تصريح 28 فبراير 1922 السلطان فؤاد أعلن نفسه ملكا على مصر، فدلوقتي باللقب بتاعه ملك على مصر، الملك فؤاد. طيب 8. أصبح لمصر سياسة خارجية وعلاقات دولية بموجب نقط، طبعا بموجب تصريح 28 فبراير 1922. 9. تم إصدار دستور 1923 في عهد وزارة نقط زيور باشا، عدلي يكن، سعد زغلول، عبد الخالق ثروت، هو عبد الخالق ثروت. طيب 10. بدأت المفاوضات المصرية البريطانية بسبب إيه؟ رغبة انجلترا في تهدئة الأوضاع، ولا رغبة انجلترا في إلغاء الحماية على مصر، ولا مقاطعة الشعب لجنة ميلنر، ولا إعلان الأحكام العرفية على مصر؟ طبعا رغبة انجلترا في تهدئة الأوضاع، تهدي الدنيا شوية. 11. يعد حادث 4 فبراير 1942 انتهاكا مباشرا لنقط. قرارات مؤتمر مونترو، معاهدة 1936، اتفاقية الحكم الثنائي، طبعا هتبقى معاهدة 1936. ليه بقى؟ في المعاهدة دي بريطانيا قالت لك ايه بقى؟ احنا هنمشي من القاهرة ومن جميع الجهات، هنقعد بس عند ايه؟ قناة السويس. اما في الحادثة دي لقينا ايه بقى؟ لقينا الدبابات البريطانية بتحاصر قصر عابدين عشان تجبر الملك فاروق على تعيين مين؟ مصطفى النحاس. قال لا، منين بتقول لي ان انا قاعد عند قناة السويس بس، ومنين الدبابات جت علشان تحاصر قصر عابدين؟ يبقى انتهاكا لمعاهدة 1936. 12. السبب المباشر في اشتعال ثورة 19 هو ايه؟ طبعا هيبقى تعالى نقرا الاختيارات. اعلان ويلسون حق تقرير المصير، ولا رفض مطالب الوفد المصري، ولا اعتقال اعضاء الوفد المصري، ولا اجراءات انجلترا العنيفه خلال الحرب؟ طبعا هيبقى بسبب اعتقال اعضاء الوفد المصري ونفيهم الى جزيره مالطا. 13.
نصت معاهدة 1936 على عودة الجيش المصري إلى السودان، والذي تم سحبه بعد نقط. بعد إيه؟ مقتل السير ليستاك اللي كان الحاكم العام للسودان والقائد العام للجيش المصري. تعالى نطلع بملزمتنا فوق شوية. يلا يا باشا. رقم 14. بدأت أول مراحل المفاوضات المصرية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى بمفاوضات نقط ونقط. أول مفاوضات خالص، سعد وكيرزون طبعا لا. طيب عدلي وكيرزون دي أول مفاوضات؟ طبعا لا، مش أول مفاوضات. عدلي ومنر لا. أمال إيه بقى؟ سعد ومنر. طيب 15. اتسعت سلطات الملك فؤاد في بنود نقط، بقت واسعه قوي 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 قوي. في بنود ايه بقى؟ في بنود دستور 1930 اللي عمله صاحبه حبيبه اسماعيل صدقي. 16. ادى اعلان بريطانيا تصريح 28 فبراير الى نقط تغيير العمله المصريه، ولا اعلان الحمايه البريطانيه على مصر، ولا بدء مفاوضات سعد وميلنر، ولا تغيير لقب حاكم مصر. هي دي تغيير لقب حاكم مصر، اتغير من سلطان الى ملك. تعال نشوف السؤال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. صح او خطأ؟ اعلن مصطفى النحاس رئيس الوزراء في اكتوبر 1951 الغاء معاهده 1936. ايوه بالفعل عمل كده، صح. بعد كده فرضت فرنسا الحمايه على مصر اثناء الحرب العالميه الاولى. ايه؟ فرضت فرنسا الحمايه البريطانيه. طبعا ايه ده؟ ايه ده؟ فرنسا حمايه بريطانيه؟ ازاي يعني؟ طبعا الاجابه هتبقى خطا، مش فرنسا. طيب اللي بعده، شاركت في احداث ثوره 19 جميع فئات الشعب المصري. ايوه الكلام ده صح. اللي بعده، اعترفت بريطانيا بمصر كدوله مستقله بعد تصريح 28 فبراير. ايوه صح. أكد دستور 1930 أهو 1930 على أن الأمة هي مصدر السلطات. طبعا خطأ. طيب 5. شكل الزعيم سعد زغلول أول وزارة برلمانية في يناير 1924. أيوه الكلام ده صح. 6. أعطى دستور 1930 للشعب المصري المزيد من الرقابة على الحكومة والملك. طبعا لا، ده أهدر حقوق الأمة في كثير من المواضع. 7. يؤدي تعدد الأحزاب إلى إثراء الحياة النيابية، يعني لإنجاح الحياة النيابية. طبعا خطأ، لم يؤدي لإثراء الحياة النيابية. طيب جميل جدا. رقم 8. وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا معاهدة 1936. وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس. أيوة وقعوا فعلا المعاهدة دي برئاسة مصطفى النحاس. طيب 9. عاد الجيش المصري إلى السودان تنفيذا لمعاهدة 1936. أيوة الكلام ده حصل فعلا. 10. ترتب على معاهدة 1936 انضمام مصر إلى عضوية عصبة الأمم. أيوة فعلا اتفقوا على كده. طيب تعالى نطلع فوق شوية. سؤال رقم 11. تحولت علاقة مصر بإنجلترا من احتلال لتحالف بعد تصريح 28 فبراير؟ هيبقى لا. أمال إيه بقى؟ بعد معاهدة 1936. طبعا خطأ. طيب 12. ضعف نفوذ القصر الملكي بعد معاهدة 1936. لا طبعا ده ازداد نفوذ القصر الملكي. طبعا هنا غلط. 13. عرضت مصر قضية جلاء القوات البريطانية على مجلس الأمن. أيوة الكلام ده صح. طيب اكتب ما تشير إليه كل عبارة. يلا نحل أول سؤال. خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني دي بنسميها إيه؟ بنسميها الحماية البريطانية.
البريطانية. السؤال الثاني، مبدأ من المبادئ ال14 التي دعا إليها الرئيس الأمريكي ويلسون أثناء الحرب العالمية الأولى، هيبقى مبدأ إيه بقى؟ حق تقرير المصير. اسمه إيه؟ مبدأ إيه؟ حق تقرير الإيه بقى؟ المصير. طيب، جزيرة نفي إليها سعد زغلول وزملائه بعد طلبهم السفر إلى باريس، ده أول مرة. جزيرة إيه؟ مالطا. جزيرة مالطا. طيب، 4، مؤتمر طلب الوفد المصري من المندوب السامي البريطاني السفر إليه، مؤتمر الصلح. مؤتمر الصلح. طيب، 5، جزيرة نفي إليها سعد زغلول وزملائه بعد فشل مفاوضات عدل يكن وكيرزون، جزيرة إيه؟ سيشيل. اسمها إيه؟ سيشيل. طيب، 6، تصريح أصدرته بريطانيا اعترفت فيه باستقلال مصر وإنهاء الحماية البريطانية، تصريح 28 فبراير. تصريح 28 فبراير عام 1922. تمام. طيب، تعال نشوف الأسئلة اللي بعد كده. يلا يا باشا. وزارة قامت بتشكيل لجنة من 30 عضو لإعداد دستور 1923. وزارة عبد الخالق عبد الخالق ثروت. طيب، 8، لقب أطلق على وزارة سعد زغلول. أول وزارة برلمانية شكلت في عام 1924. دي بنسميها إيه بقى؟ دي بنسميها وزارة الشعب. وزارة الشعب. أما بتاعت محمود سامي البارودي دي وزارة الثورة. طيب، 9، دولة انسحب منها الجيش المصري بعد مقتل السيرليستاك، طبعا دولة السودان. طيب، 10، وزارة قامت بإلغاء دستور 23 ووضعت دستور 1930. وزارة مين بقى؟ إسماعيل صدقي. وزارة مين؟ إسماعيل صدقي. طيب، 11، دستور أعطى الملك فؤاد الأول المزيد من السلطات وأهدر سلطة الأمة وحقوقها، دستور 1930. دستور 1930. 12، معاهدة من نصوصها جلاء القوات البريطانية من مصر باستثناء قناة السويس، معاهدة 1936. بالمناسبة المعاهدة دي هتكون معاك في الترم الأول والترم الثاني. 13، مؤتمر عقد عام 1937 تخلصت مصر بمقتضاه من الامتيازات الأجنبية. مؤتمر إيه؟ مؤتمر مونترو. مؤتمر إيه؟ مؤتمر مونترو. طيب، 14، منظمة انضمت مصر إليها بعد عقدها لمعاهدة 1936 مع بريطانيا، منظمة عصبة الأمم. اسمها إيه؟ عصبة الأمم. طيب، 15، حزب كان يرأسه مصطفى النحاس باشا. حزب إيه؟ حزب الوفد المصري. حزب الوفد المصري. طيب، تعالى نكمل أسئلتنا كده. يلا يا باشا. عندي هيئة دولية عرضت عليها الحكومة المصرية قضية جلاء القوات البريطانية. ده هيبقى مجلس الأمن. مجلس الإيه؟ مجلس الأمن. طيب، 17، مدينة تعرضت لحريق شديد يوم 26 يناير، دي مدينة القاهرة. مدينة الايه؟ مدينة القاهرة. طيب، تعال نروح لنوع جديد من الأسئلة ألا وهو بما تفسر. تعال نكبر منظمتنا كده. تعال كبري، اطلع فوق سنة كمان. يلا بينا نشوف أول سؤال عندنا بما تفسر. 1،
توجه الوفد المصري سعد زغلول لمقابله المندوب السامي البريطاني في مصر اللي هو السير وينجد. ليه بقى؟ حتى يعرضوا عليه مطالبهم ويسمح لهم بالسفر الى باريس. ليه؟ لحضور مؤتمر الصلح. طيب 2. قيام الوفد المصري بجمع توكيلات من الأمة، يعني من الشعب المصري. ليه؟ لكي يسمح لهم السير وينجد السفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح وعرض القضية الوطنية هناك في باريس، مؤتمر الصلح يعني. 3. نفي سعد زغلول وزملائه إلى جزيرة مالطا. بسبب إيه؟ بسبب طلبهم من السير وينجد السماح لهم بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح وعرض القضية الوطنية هناك. طلبوا كده، قال لهم طب تعالوا بقى إيه؟ أنا هحبسكم. طيب زي الفل. رقم 4. بما تفسر قيام ثورة 19 بسبب ايه بقى؟ بسبب اعتقال اعضاء الوفد المصري ونفيهم الى جزيرة مالطا. ده سبب من الاسباب. طيب بعد كده عندنا ازدياد نمو الوعي الوطني لدى المصريين. ايه ازدياد نمو الوعي الوطني لدى المصريين؟ 3. الاجراءات العنيفة التي اتخذتها انجلترا تجاه مصر في الحرب العالمية الاولى. بس كده؟ لا. قول بقى كمان ادعاء انجلترا انها تحارب من اجل حرية الشعوب واستقلالها. انها تحارب ايه؟ من اجل حرية الشعوب واستقلالها. واخر حاجة بسبب ايه بقى؟ اتباع مبدأ الرئيس الامريكي ويلسون اللي هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. طيب في بعد كده سؤال بيقول لي ايه بقى؟ بما تفسر صدم أعضاء الوفد المصري بعد وصولهم إلى باريس. ليه بقى؟ لأنهم وجدوا جميع الدول المشاركة في المؤتمر والرئيس الأمريكي ويلسون معترفين بالحماية البريطانية على مصر. لأنهم وجدوا إيه؟ جميع الدول المشاركة في المؤتمر والرئيس الأمريكي ويلسون نفسه معترفين بالحماية البريطانية على مصر، مما أصاب أعضاء الوفد بالإحباط واليأس الكبير. طيب إرسال الحكومة البريطانية لجنة اللورد ميلنر إلى مصر. ليه بقى؟ ليحاول إقناع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية. ليحاول إقناع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية. طيب السؤال رقم 7. رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر. ليه بقى؟ لأن تفاوض الشعب المصري مع لجنة ميلنر بيعني إيه أو بيعني إيه؟ يعني تنازل التوكيلات التي أعطوها لحزب الوفد المصري، يعني الذي أعطوها لسعد زغلول. السؤال رقم 8. انتهاء مفاوضات سعد وميلنر بمعاهدة رفضها جميع طوائف الشعب المصري. ليه بقى؟ لأنها سوف تؤدي إلى استقلال مصر استقلال سوريا. لأنها إيه؟ كانت سوف تؤدي إلى استقلال مصر استقلالا سوريا. طيب بما تفسر لم يحقق تصريح 28 فبراير للمصريين أمانيهم الوطنية الكاملة. بسبب إيه؟ بسبب التحفظات الأربعة. بسبب إيه؟ التحفظات الأربعة. وأقولهم بقى. ومنهم 1. أن تقوم بريطانيا بحماية المواصلات البريطانية. أن تقوم بريطانيا بتأمين وحماية مصر من أي اعتداء أو عداء يعني خارجي. تمام. أن يعني تقوم بريطانيا بحماية الأقليات أو الأجانب في مصر. طيب بعد كده بما تفسر استقالة وزارة سعد زغلول عام 1924. بسبب ايه؟ بسبب رفض سعد زغلول انذار الحكومة البريطانية ورفض انسحاب الجيش المصري من السودان. طيب السؤال رقم 11. بما تفسر معارضة الشعب المصري لدستور 1930. ليه بقى؟ لأنه يعطي الملك المزيد من السلطات ويهدر يعني بيضيع سلطة الأمة في كثير من المواضع. طيب بعد كده عندي السؤال رقم 12. اضطر الملك فؤاد إلى إعادة دستور 1923. ليه بقى؟ بسبب كثرة التظاهرات من الشعب المصري بإلغاء دستور 1930 وإعادة دستور 1923. بما تفسر
لم يؤدي تعدد الأحزاب لإسراء الحياة النيابية في مصر. ليه بقى؟ لأن هذه الأحزاب كانت أداة في يد كل من القصر الملكي وبريطانيا. لأن هذه الأحزاب كانت إيه؟ كانت أداة في يد كل من القصر الملكي وبريطانيا. طيب بعد كده عندي اضطرت بريطانيا لعقد معاهدة 1936 مع مصر. ليه بقى؟ لأن بريطانيا يعني خشيت من قيام مصر بثورة جديدة في الوقت الذي تخوض فيه حرب عالمية جديدة. ليه؟ لأن بريطانيا تخوفت أن تقوم مصر بثورة جديدة في الوقت الذي تخوض فيه بريطانيا حرب عالمية جديدة. طيب 15 حدوث خلاف بين مصر وبريطانيا عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية. ليه بقى؟ بسبب إصرار بريطانيا أن تعلن مصر حربها ضد دول المحور، ولكن الحكومة المصرية رفضت. ليه؟ لاتباعها سياسة تجنب ويلات الحروب. طيب السؤال رقم 16 وقوع حادث 4 فبراير. ليه بقى حصل بقى؟ بسبب مماطلة الملك فاروق في الاستجابة لطلب انجلترا بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزارة بس. طيب السؤال رقم 17 مهاجمة الفدائيين المصريين للمعسكرات البريطانية لتخليص مصر من الاحتلال البريطاني. لتخليص مصر من الاحتلال البريطاني. بما تفسر يعد يوم 25 يناير من كل عام يوم مهم في تاريخ الشرطة المصرية، لأن في هذا اليوم يوم 25 يناير حدثت معارك بين انجلترا وبين الشرطة المصرية، وراح ضحيتها للأسف الكثير من شهداء الشرطة المصرية. طيب تعال نشوف الأسئلة اللي بعد كده. ما النتائج المترتبة على قيام الشعب المصري بجمع توكيلات لسعد زغلول وزملائه؟ قام السير وينجت باعتقال سعد زغلول وزملائه ونفيهم إلى جزيرة مالطا. طيب نتائج ثورة 19 قامت بريطانيا بعزل السير وينجت وتعيين الجنرال الليمبي. وتاني حاجة السماح لسعد زغلول بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح. طيب 3 مؤتمر الصلح في باريس نتائجه ايه؟ ادى الى شعور اعضاء الوفد المصري باحباط كبير بسبب اعتراف كل الدول المشاركه في المؤتمر والرئيس الامريكي ويلسون نفسه بالحمايه البريطانيه على مصر. طيب نتائج مترتبه على فشل مفاوضات عدل يكن وكيرزون. اقول تاني نتائج مترتبه على فشل مفاوضات عدل يكن وكيرزون. ادى الى ايه بقى؟ ادى الى استقالة عدلي يكن. 2 رفض كل رجال السياسة تشكيل حكومة جديدة. 3 اعتقال سعد زغلول ونفيه إلى جزيرة اسمها جزيرة إيه؟ جزيرة سيشل. طيب نتائج مترتبة على إصدار بريطانيا تصريح 28 فبراير. إيه اللي حصل بقى؟ أعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر. اللي حصل اعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مين؟ على مصر. 2 اعيدت وزارة الخارجية المصرية. 3 شكل عبد الخالق ثروت وزارة، وبعد ذلك شكل لجنة من 30 عضو. ليه؟ لإعادة أو كتابة دستور 1923. طيب بعد كده سؤال بيقول لي نتائج مترتبه على اغتيال السير ليستاك. ايه اللي حصل بقى؟ قدمت بريطانيا انذارا للحكومه المصريه تطلب منهم ايه بقى؟ انسحاب الجيش المصري من السودان. قدمت بريطانيا المتمثله في جنرال اللي هو اسمه الليمبي انذار للحكومه المصريه تسمح لهم او يعني تقول لهم اسحبوا الجيش المصري من الايه؟ من السودان. طيب ما النتائج المترتبة على معاهدة 1936؟ ايه بقى؟ ادى الى انتهاء احتلال مصر عسكريا مع بقاء قوات في قناة السويس.
وبعد ذلك ادى لايه بقى؟ الغاء الامتيازات الاجنبيه وفقا لمؤتمر اسمه مؤتمر مونترو. طيب بعد كده تم اعاده الجيش المصري الى السودان مره اخرى. طب وبعد كده تم تقويه الجيش المصري ليدافع عن قناه السويس بعد جلاء القوات البريطانيه عنه. طيب وبعد كده تم دخول مصر لعضويه او اشتراك مصر في عضويه عصبه الامم. طيب في بعد كده عندي سؤال بيقول لك ايه بقى؟ ما النتائج المترتبه على مماطله الملك فاروق في الاستجابه لمطلب بريطانيا بتعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للوزاره؟ ادى الى ايه بقى؟ قدمت بريطانيا له انذار. تمام؟ اول حاجه عملت ايه؟ قدمت بريطانيا له اول حاجه انذار، وبعد ذلك قامت بايه بقى؟ بمحاصره قصر عابدين بالدبابات البريطانيه. طيب نتائج بقى حادثه 4 فبراير نفسها، يعني لما قدموا له انذار ولما حاصروا قصر عابدين ادى الى ايه بقى؟ قبل أو وافق الملك فاروق على إنذار بريطانيا، وبعد ذلك عرض على مصطفى النحاس تشكيل حكومة جديدة. طيب بعد كده عندي السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على إلغاء مصطفى النحاس لمعاهدة 1936؟ أدى لإيه بقى؟ أطلق الحرية للشعب المصري للنضال المسلح ضد بريطانيا. أطلق الحرية للشعب المصري ليه؟ للنضال المسلح ضد مين؟ ضد بريطانيا. السؤال رقم 12 بيقول لك ايه بقى؟ عمدت الحكومة المصرية إلى زيادة عدد جنود الشرطة المصرية لمساعدة الفدائيين. ليه الحكومة المصرية زودت يعني فدائيين أو زودت يعني رجال الشرطة عند قناة السويس؟ ليه بقى يا باشا؟ أو أنا مش ليه يعني، أدى إلى إيه بقى؟ بص يا باشا، أدى إلى إيه بقى؟ قامت بريطانيا بمحاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية، وبعد ذلك حصلت اشتباكات بين بريطانيا والشرطة المصرية، وراح ضحاياها الكثير من شهداء الشرطة المصرية يوم 25 يناير. طيب بعد كده عندي سؤال دلل، يعني اثبت. أكدت ثورة 19 على الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة. ليه بقى؟ حيث شارك في هذه الثورة جميع أطياف الشعب المصري. طيب كان دستور 1923 له العديد من المميزات والعيوب. هنا هنقول الإيجابيات والسلبيات. إيجابياته إيه بقى؟ 1، بيأكد أن الأمة هي مصدر السلطات. تمام؟ وتاني حاجة بينهي على الحكم المطلق، يعني انتهاء الحكم المطلق المستبد. ده جميل جدا. وكمان بيأكد على حرية الشعب المصري، يعني إقامة الحريات للشعب المصري. حلو قوي. ولكن بقى العيوب أو السلبيات هي إيه بقى؟ أعطى الملك المزيد من السلطات في السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فكان للملك الحق في حل مجلس النواب وإعلان انتخابات جديدة. طيب دلل استقالة وزارة سعد زغلول، استقالة وزارة سعد زغلول احتجاجا على التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. أيوة، حيث قدمت الحكومة البريطانية المتمثلة في السير اللينبي إنذار للحكومة المصرية، بيطلبوا منهم انسحاب الجيش المصري من السودان. ولكن للأسف سعد زغلول طبعا لم يوافق، فإيه اللي حصل؟ قدم استقالته لما ضغطوا عليه. طيب السؤال الثالث والاخير معايا، او السؤال الاخير يعني، سقوط الادعاءات المزيفه باستقلال مصر عقب حادثه 4 فبراير 1942. السؤال ده هيجي لك في الترم الاول وفي الترم الثاني اول درس. الادعاءات المزيفه يعني اللي هو الكذب ان مصر خلاص استقالت بعد الحادثه دي. ليه بقى؟ بسبب أن وجدنا إنجلترا أو القوات البريطانية قامت بمحاصرة قصر عابدين لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. حيث إيه؟ حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بإيه؟ بمحاصرة قصر عابدين. ليه؟ لإجبار الملك فاروق على إيه؟ على تعيين مصطفى النحاس
رئيسا للحكومه. طب انت منين بتقولي انت يا مصر مستقله، ومنين بتتدخلي عشان تخلي الملك فاروق يعين مصطفى النحاس؟ طيب كده انا حليت معاك اسئله الدرس الاخير في التاريخ. الاسئله دي بقى انت تحلها، اللي هو ماذا يحدث اذا وما رايك. هتحلها في ورقه خارجيه وهتصور زي ما انت عارف انا بقول ايه زي ما انت عارف. هتحلها في ورقه خارجيه وهتصور الورقه دي وتبعت الورقه دي الصوره يعني تحطها على جروب الفيسبوك اللي اسمه اللي اسمه مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه. وانا زي ما انت عارف هرد عليك يا اما في كومنت او اعمل لك بوست منفصل احللك فيه الاسئله دي كلها. ربنا يوفقكم. خلاص يا جماعه هننتقل بعد كده ان شاء الله للمراجعات. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في المراجعات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.